شفتوا الشورتس اللي فاتت لما قلت لكم ان ممكن من ذكر وانتهى بس ممكن تفتح بيت؟ ناس كتير قالت مستحيل، وناس قالت ان الرومي بيموت في اسبوعه الاولاني. بس الحقيقة اهي قدام عينيكم، ذكر وانتهى هم اللي عملوا القطيع ده لو عرفت ان شاء الله الكود السري لتربيتهم. ان شاء الله في ال5 دقايق الجايين دول هعلمك ازاي تحول الجوز ده لقطيع، وازاي تخلي الرومي زي الوحش، وزن ومناعة زي اللي قدامك ده ان شاء الله. ركز، علشان الكلام اللي جاي هو خلاص السنين. علشان تعمل القطيع اللي قدامك ده لازم تختار ذكر صح وانتاية صح. لازم تجيب الرومي من مكان موثوق فيه جدا. ابعد عن الاسواق نهائيا، لان معلش محدش هيبيع هناك طائر يكون كويس ومنتج. اكيد العكس هيكون هو الصحيح، يا اما يكون عجوز، يا اما يكون مش الذكر مش بيخصب البيض. ما علينا، كلها اكيد هتبقى فيها مشاكل. لازم تعرف ان الرومي وهو صغير ده العمر الاصعب على الاطلاق. لازم تدفيه كويس جدا، العلف يكون 23 ناعم، و... والمية نظيفة على طول الوقت. ده مدة ما تقلش عن عن حوالي شهر، لان ده الوقت اللي الرومي فيه بيبني عظمه، اللي هو بعد كده ما شاء الله بيبدأ يشيل معاك وزن يوصل لأكتر من 8 كيلو. وما تنساش تحط على العلف معلقة خميرة ومعلقة كركم. ليه بقى؟ لأن الخميرة دي مكون هضم قوية جدا، والكركم هو أكبر جدار حماية من أي فيروس. بما إنك بقى وصلت للدقيقة اللي احنا فيها دي، فأنت كده مربي أكيد إن شاء الله طموح ومش عايز تخسر. المعلومات اللي جاية بإذن الله هتبقى عن التحضير والإنتاج، اللي هي بجد بتعمل فلوس. فالرجاء منك الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. ويا ريت تنضم لعائلتنا المتواضعة، لأن إن شاء الله القناة بتكبر بيكم أحلى إخوات في الدنيا. أول ما النتاية ما تبيض يبقى نقدر نقول كده مبروك ليك يا برنس، إنك أنت هتبدأ تجني ثمار نجاحك إن شاء الله. الرومية بترقد على حوالي 15 بيضة، بس لازم تكون مهيئ لها مكان هادي ومناسب. أول الكتاكيت إن شاء الله لما تطلع منها على حوالي 30 يوم مثلا، ممنوع إن أنت تأكلها لمدة ساعتين. ادي مية بعسل ماشي، ادي مية محلول جفاف ماشي. ولو عايز انت نصيحتي المتواضعة، انا عن نفسي بجمع البيض اول باول من النتاية اللي بتبيضه، وبخليه وبروح اوديه للفقاسة مرة واحدة. ليه بقى بعمل كده؟ انا ماشي بمبدأ شراء العبد ولا تربيته. انا بالنسبة لي لما اوديه كله يفقس في فقاسة، انا كده كسبت كتير. اولا انا ما اهلكتش الطائر اللي عندي ولا تعبته. تاني حاجة، هي هتفضل مكنة بيض شغالة على طول. هتاخد بقى منهم لما ان شاء الله الفقاسة تطلع اللي هي الكتاكيت، هنمشي بنفس الخطوات تاني زي ما اللي احنا قلناها في الاول. اللي هي هنعمل ايه برضو؟ هنحضنهم، هندفيهم، هندي علف 23، ناخدها معاهم من الاول نفس النهج اللي انا حكيت لكم عنه. طبعا أكبر عدو للرومي هو النهجان و... 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 والبرد والجدري. وعشان تأمنهم إن شاء الله من الأمراض دي، أنت عليك وعلى البصل والثوم والليمون، دول المضاد الحيوي الرباني لأحلى مناعة للطيور. دول بناخدهم في الخلاط ونديهولهم مرة أسبوعيا، بحوالي نديلهم مثلا 5 سنتي على السقاية. ده بتعمل أحلى شغل وأحلى مناعة للطائر، أفضل 100 مرة من المضاد الحيوي اللي هو الكيماوي. النظافة بقى يا باشا دي أهم شيء ليهم على الإطلاق. الذكر والنتاية اللي بدأنا بيهم هيكونوا قطيع على آخر السنة إن شاء الله. قول لي في التعليقات إيه أكتر مشكلة واجهتك في الرومي قبل كده، وهرد عليك فورا.
لايك للفيديو لو استفدت والاشتراك، واستنونا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.